السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. صلوا عليه يا جماعة، عليه أفضل الصلاة والسلام. فيديو جديد النهاردة من عند الفراخ البلدي. الفراخ البلدي البياضة. هنتكلم في الفيديو ده عن زيادة إنتاج البيض. الفراخ البلدي اللي عندك لو عندها مشكلة نقص البيض، إزاي إن أنا أزود إنتاج البيض؟ في حاجات كتير وعوامل بتأثر في زيادة إنتاج البيض. لو مشيت على العوامل دي وفكرت فيها كويس هتلاقي إنتاج بيض عندك كويس. أول حاجة بتأثر في البيض أو بتخلي الفراخ البلد اللي عندك متبيضش، أو أول حاجة المفروض تفكري فيها عامل أساسي بيساعد في زيادة البيض هو الكثافة العددية. يعني إيه الكثافة العددية؟ يعني انت مثلا عندك مكان بتربي فيه الفراخ البلدي، المفروض الفراخ البلدي تكون شوية. يعني مثلا لو عندك مكان 2 في 3 أو 4 في 4، ايا كان المكان اللي عندك، المفروض تراعي ان انت ما تحطيش فيه فراخ كتير قوي. الكثافة العددية ما تكونش كتير قوي على المكان اللي انت حاطه فيه الفراخ عندك. لو المكان عندك صغير وحاطه فيه عدد فراخ كبير جدا، دي مشكلة طبعا، هتؤدي للافتراس. هتلاقي الفراخ عندك كلها بتاكل في بعضها، وخاصة لو في ديوك. كل الديوك هتمسك البرابر اللي موجودة معاها في المكان وهتفضل تنقر فيها لغاية ما تنزل منها دم. هتشيل الريش الأول وبعد كده تنقر في جسم الفراخ البلدي اللي عندك. فالمفروض تراعي النقطة دي، الكثافة العددية. المكان يكون عندك لو صغير ما تحطيش فيه عدد فراخ كبير. يعني حاولي توازي كده ان المكان يكون واسع للطيور، ما يكونش الفراخ كتير على المكان اللي انت حاطه فيه الطيور. يبقى دي اول حاجة بتأثر في البيض بتاعك، او بتخلي الفراخ اللي عندك ما تبيضش او يكون في نقص في البيض، اللي هي الكثافة العددية. النقطة دي مثلا لو حليناها خلاص، احنا حطينا عدد صغير من الفراخ في مكان كبير، يبقى انت كده حليتي مشكلة الافتراس. مش هيكون عندك المشكلة دي موجودة خالص، المكان واسع، مفيش مشكلة الافتراس. ده برضو عامل اساسي في زيادة البيض، اما يكون المكان واسع للطيور، ده بيزود البيض عند الفراخ البلدي. يبقى اول حاجة بنراعيها هي الكثافة العددية. تاني حاجة نوعية الاكل. يعني في ناس مثلا المزارع طبعا بتركز على العلف البياض، في ناس في التربية البيتي او بتربي عندك طيور في البيت الفراخ البلدي الانتاج البيض، فبتحاول ان انت تعتمدي في التغذية بتاعتهم او الاكل بتاعهم على الاكل البيتي بس. ده طبعا بيكون غلط جدا. المفروض يكون الاكل البيتي حلو ومفيد للطيور، لكن بجانب الاكل البيتي ده المفروض تديلهم وجبة علف بياض. يعني اول ما الصبح كده اول ما تطلعيهم من المكان اللي انت مبيتهم فيه، تديلهم وجبة كده علف بياض، شوية علف بياض كده يفطروا بيهم. ده بجانب الخلطات اللي قلنا عليها قبل كده وبجانب الاكل البيتي. يبقى انت كده التغذية بقت سليمة. يبقى احنا راعينا الكثافة العددية، راعينا التغذية. الفراخ اللي بتكون موجودة في المزارع، يعني المزارع البيض او المزارع المخصصة لإنتاج البيض، المزارع دي بتأكل كل فرخ 120 جرام. يعني المفروض ان الفرخ البياض ياكل 120 جرام عشان ينتج بيض كويس او كمية البيض كويسة. لكن في الشتاء المفروض الكمية دي تزيد. المفروض بدل ما يأكلوهم 120 جرام للفرخة الواحد، المفروض يأكلوهم 130 جرام. ال10 جرام الزيادة دول بسبب البرد، لأن الفرخ حركته بتبقى كتير، عايز يدفي جسمه، فالحركة والحاجات دي بتعوز أكل، فالمفروض إن هم يزودوا لهم 10 جرام. يبقى المفروض ياكل الفرخة 130 جرام. يبقى بالنسبة للأكل، انت هتشوفي انت عندك كمية طيور قد ايه، وتحسبي كل فرخة تديله 130 جرام أكل. طبعا لو حافظنا برضو على التغذية هيديكي انتاج بيض كويس. في عامل برضو بيساعد في زيادة البيض المفروض تاخدي بالك منه، وهو التهوية.
ما تحطيش الفراخ بتاعتك ليل ونهار في مكان مكتوم، لان المكان المكتوم اللي مفيش فيه تهوية ده بيأثر جدا في البيض، بيخلي الفراخ عندها نقص شديد في البيض، وبيخلي الفراخ عندها مشاكل في البيضة ذات نفسها. اما بيضة برشت تلاقيها كده طرية ومش كويسة، ده كله بسبب الكتمة او انت حطاهم في مكان مكتوم. المفروض كل يوم كده تحطيهم مرة ولو ساعة في الشمس، لو مثلا تحطوهم بدري او تحطوهم مثلا بعد العصر، كل يوم ساعة بس في الشمس. الشمس بتكون مفيدة جدا للطيور، الشمس دي بتمنع عنهم امراض كتير جدا انت ما بتكونوش واخدة بالك منها. في عامل اساسي طبعا اللي هو الاضاءة، العامل المؤثر في زيادة انتاج البيض هو الاضاءة. الإضاءة للطيور المفروض تكون 16 ساعة عشان يديلك كمية بيض كويسة، و8 ساعات يكونوا مبيتاهم على ضلمة. الضلمة برضو مفيدة للطيور زي ما الإضاءة مفيدة، لأن هي بتكون عنقود البيض. يبقى هنديلهم إضاءة 16 ساعة. الإضاءة سبحان الله بتنبه الفرخ إن هو الغدة اللي عنده تفرز هرمون يروح لغدة تانية تحفز قناة المبيض، او تحفز المبيض ان هو ينضج بسرعة اكتر، وده كله بيزود انتاج البيض. يبقى قلنا العوامل المؤثرة في زيادة انتاج البيض او ازاي ازود انتاج البيض عندي. حاجات كتير هاخد بالي منها، هاخد بالي من الكثافة العددية، ما يكونش عدد كبير على مكان صغير. هاخد بالي من نوعية الاكل، المفروض ادي للفرخ 130 جرام اكل. هاخد بالي من التهوية، هاخد بالي من الاضاءة، هاخد بالي برضو من الشمس. في حاجة بقى، في ناس بتقول ان الفرخ ممكن يبيض بيضتين في اليوم، ده حاجة غلط جدا، لان تكوين البيضة عشان تتكون جوه الفرخ المفروض بتقعد من 22 ساعة ل 24 ساعة. فده يعني ان لو انتاج البيض كويس يبقى هيبيضوا كل يوم عندك بيضة واحدة بس، مفيش حكاية بيضتين دي في اليوم ابدا. ايا كان نوع الفراخ اللي عندك، بلدي هجين، فيومي، رزي، اي نوع. يبقى قلنا ان تكوين البيضة بياخد من 22 ل 24 ساعة، يعني بيضة كل يوم. في حاجة بقى هتجيبيها من عند البيطري لو انت عاوزة تزودي البيض بتاعتك او تاخدي كمية بيض حلوة جدا. الحاجة دي انت هتجيبيها من عند البيطري. هم حاجتين اتنين مهمين جدا بيزودوا انتاج البيض عندك، بيخلوا عندك كمية بيض كويسة جدا، كمية بيض هترضيكي وهتغطي شراية العلف وهتغطي المصاريف اللي انت صرفتيها على الطيور عندك. الحاجتين المهمين اللي انت هتجيبيهم من عند البيطري حاجة اسمها ثنائي فوسفات الصوديوم. ثنائي فوسفات الصوديوم ده عبارة عن بودرة. البودرة دي اما بتحطيها في المية او بتحطيها على العلف، جميلة جدا. ثنائي فوسفات الصوديوم جميل جدا، بيزود كمية البيض عندك. في حاجة تانية برضو، فيتامين كده بيحفز افراز المبيض عند الفراخ، هو فيتامين ه سيلينيوم. فيتامين ه سيلينيوم ده بتجيبيه من عند البيطري. طريقة الاستعمال بتاعته بتاخد من الهي سيلينيوم الفيتامين ده سنتي واحد منه، بتحطيه على لتر مية، بتحطيه لمدة 3 ايام ورا بعض. يعني هتجيبي فيتامين، هتجيبي ثنائي فوسفات الصوديوم، هتحطيه في المية او هتحطيه على الاكل مدة 3 ايام ورا بعض. بعد ال3 ايام بتحطيه بعد كده مرة كل اسبوع. زي هي سيلينيوم برضو بتجيبي 1 سنتي على اللتر مية وتحطيه برضو للطيور لمدة 3 ايام ورا بعض. بعد كده كل اسبوع بتحطيه برضو مرة بعد كده كل اسبوع. حاجتين حلوين جدا بيزودوا البيض عندك من عند البيطري، محفزات للبيض، ده بجانب زي ما قلنا التغذية والإضاءة والكثافة العددية. هي سيلينيوم مفيد جدا بيزود إنتاج البيض عندك. الفراخ طبعا كلنا عارفين ان هي بتبشر بيض او بتبيض على عمر 100 يوم، بتبدأ تبشر بالبيض او ممكن تبشر بالبيض على عمر 120 يوم. الفراخ البيضة، الفراخ اول ما بتبيض طبعا كلنا عارفين ان البيض كده بيكون صغير، شوية شوية البيض بيكبر وحجم البيضة بيكبر.
والبيض بيكبر بعد كده بعد فترة، يعني بعد 3-4 شهور 5 شهور ايا كان. كل شوية بتلاقي البيض عندك بيكبر لغاية ما يبقى حجم البيض كويس عندك. حبايبي ده كان الفيديو بتاعي معاكم النهاردة. ما تنسوناش حبايبي باللايك لدعم القناة، ولو اول مرة تشوفي قناتي اشتركي وفعلي الجرس عشان يوصلك اشعار بكل جديد على قناتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.